في الملعب كان يمكن النتيجة تكون أكثر طبعا. لو الهلال سجل ربع الفرص اللي سنحت لها لكانت النتيجة أكبر. طبعا فريق يمتلك. طبعا هذه نصف الهدف. طبعا هي بدأت الكرة بتمريرة رائعة كما قلت. نعم. وطلب الكرة من ظهيرين جيدين عند الهلال. قلنا انه صحيح. تركيز على الاطراف ممكن يعطيك حلول اكثر، لان الشوط الاول حاولوا من العمق. نعم جوميز استطاع ان يتخلص في بعض الكرات، لم تكن لكن شوف الكرة ضرب الدفاع، طلب الكرة والتمريرة والتوقيت مهم جدا. بعد ذلك شوف هو تأنى محمد البريك في التمرير. شوف الشلهوب تأخر بعض الشيء، وهذا يدل على ذكاء اللاعب. تأخر بعض الشيء. جوميز أخذ المدافعين معه، تأخر الشلهوب تمريرة لمسة واحدة. طبعا ذكاء من اللاعبين، ليست لمسة واحد انتظر زميله والآخر تباطأ حتى يمرر الكرة. ليست هاي لمسة فنان وليست لمسة. لا هو لاعب فنان عنده قدرة على أنه يعرف كيف يتصرف. فأنا قلنا نعم الهلال طبعا الهلال هو كان الأكفأ ويستحق الفوز في مباراة اليوم. يستحق الفوز إذن، والمجموعة تنفجر من جديد خاصة بفوز الدحيل ب3 أهداف. إذن هذا ما يسمح به الوقت كباتن. تشامبيونز ليج الأوروبي على الأبواب. نعم نقول مبروك للهلال وهارد لك للعين. نعم. وأكيد الحين بداية الدوري المجموعات. نعم. هيا بنا إذن إلى النتائج. لوكوموتيف طاشقند الأوزبكي فاز بهدفين مقابل لا شيء يوم الاثنين على الوحدة الإماراتي، والوصل الإماراتي فاز بهدف مقابل لا شيء على النصر السعودي. دوبان أصفهان الإيراني تعادل مع الزوراء العراقي من دون أهداف، والاتحاد السعودي فاز ب5 أهداف مقابل هدف على الريان القطري. اليوم إذن بيرسبوليس الإيراني تعادل مع بختاكور الأوزبكي هدف لهدف. الدحيل فاز ب3 أهداف مقابل لا شيء على استقلال إيران. العين الإماراتي إذن خسر منذ لحظات بهدف مقابل لا شيء أمام الهلال السعودي. والأهلي السعودي المباراة مستمرة مع السد القطري. التعادل الأبيض في جدة. هذا هو ترتيب الوصل الإماراتي إذن في المركز الأول في المجموعة الأولى. الزوراء العراقي وأيضا دوبان الإيراني كلاهما بنقطة واحدة، والنصر السعودي من دون أي نقطة. أما المجموعة الثانية فالاتحاد السعودي في المركز الأول لكن مناصفة مع لوكوموتيف الأوزبكي الوحدة الإماراتي، والريان القطري من دون أي نقطة. هذه المجموعة الثالثة إذن الدحيل القطري ب3 نقاط مع الهلال السعودي، لكن التفوق بالأهداف لصالح الدحيل. العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني من دون أي نقطة. الثالثة إذن الدحيل يتصدر وذلك طبعا 3 نقاط مناصفة مع الهلال لكن بفارق الأهداف. الدحيل في المركز الأول، العين والاستقلال الإيراني في المركز الثالث من دون أي نقطة. كابتن عدنان، إذا هدف مقابل لا شيء، كل شيء كان ممكنا في هذه المباراة. نعم هو فوز مستحق. نعم. الهلال كان هو الأفضل. 3 كرات من القائم صنع كثير من الفرص. قلنا بين الشوطين تنشيط الأطراف مهم، ولهذا شفنا الهدف جاء من كرة رائعة من من التمريره بالعمق لمحمد بريك اللي طلب الكرة بمكان سليم، لكن التمريره كانت من لاعب الوسط. وشوف الشلهوب واحدة من اللمسات السحرية لهذا اللاعب، لاعب ذو الخبرة، لاعب إمكانياته، القائد لقطة حلوة عندما يكون لاعب أسود تكون أجمل بعد يعني. لكن جاي أمس ولد الظاهر وشوف قاعد لا طبعا هي الظاهر فرحة كبيرة تكون هي ظاهر عنده فرحة طفل. المهم على طريقة بيبيط أول واحد كان في 94. محمد كنو أنا أعتقد واحد من اللاعبين حقيقة أعجبني كثيرا هذا اللاعب في لمساته، تمريراته. شاهدنا تمريرة الهدف، عملية اللعب، التمرير خلف المدافع بالدقة وبالتوقيت، وأيضا أكيد طلب الكرة من محمد البريك والتمرير رائع واللمسة السحرية
لشلهوب. الهلال كان أفضل طول المباراة، هو استحق. أنا أعتقد كما قلت قبل المباراة الهلال مرشح بهذه النسخة واضح. نعم المجموعة قوية، شاهدنا الدحيل اليوم فاز بانتصار عريض 3 لا شيء، لكن نعتقد هذه المجموعة ستكون يكون منها من الفريق اللي ممكن يذهب بعيدا أو يذهب إلى نهائي البطولة، ولو هذا يعني كلام مبكر، لكن باعتقادي حسب مشاهدتي المباراة أمس مش مباراة اليوم، أنا أعتقد الهلال سيكون أيضا الدحيل ممكن يذهب بعيدا في هذه البطولة. إذن رغم الهزيمة إذن روح رياضية كبيرة من مهند سالم الذي يتحدث لزميلنا وفاء صقار بعد نهاية هذه المباراة. أرد لك حقنا، شباب ما قصروا طول مجريات الشوطين، الحمد لله ما قصرنا، حاولنا يعني جتنا فرص لكن ما استغلينا، لكن عندنا الأفضل بعد. أعتقد الشباب أدوا ما قصروا، الله يعطيهم العافية. حكم النقص يعني كايو بعد لاعب مؤثر، لكن الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله بعد عندنا الأفضل. نشكر جمهور العيناوي ما قصروا واسمحوا لنا، وإن شاء الله المباراة اللي يكون أحسن إن شاء الله. شكرا حبيبي. ترى إذن إسماعيل أحمد وإن كان بالدقائق الأخيرة أيضا أثر على اللحظات الأخيرة، وشاهدنا ان العين بعد ما سجل عليه بدا صح اكثر، عاد فيها حاول انه يتعامل مع نقول الدقائق الاخيره بشكل افضل، جاته فرصه. نعم، وفرصه محققه. نعم. وكان بامكانه يسجل، لكن تعامل اللاعبين مع اللمسات الاخيره يمكن تكلمت فيها. نعم. كان جدا يعني نقول سيء بالنسبه لفريق العين، ويمكن حتى فريق الهلال، كان فريق الهلال بامكانه يسجل اكثر من هدف. نعم. لكن طريقه التعامل مع هذه الفرص ربما تكون نقول احنا المباراة هيبتها شوية على بعض اللاعبين، خاصة قوميز اليوم ما ظهر بالمستوى الجيد مع انه تحرك وشاكس، لكن هو كلاعب مهاجم عندما تأتيك الفرص انت يجب ان تكون انت اللي تسجلها، لذلك كان اليوم تائه في الامام، لكنه لاعب اعتقد قدم بشكل كبير. انا اعتقد ان اليوم لاعبي الارتكاز بالنسبة لفريق الهلال اللي لعب فيه اللاعب محمد كنو وديريك، اعتقد اجودوا بشكل كبير خاصة بالتمريرات وفتح اللعب. الشوط الثاني قدروا يسيطرون، قدروا يمنعون الهجمات عن طريق اللاعبين احمد برمان كذلك بدر الحبابي، وقدروا انه يتعاملون مع المباراة بردة فعل سريعة. شاهدنا فريق الهلال انه يكون 3 امام مدافعين، لكن التصرف في هذه اللحظات ما كان على مستوى نقول احنا اللحظات اللي محتاجها فريق الهلال. تبقى مباراة اعتقد كبيرة شاهدناها، مستوى رائع سريع، قوة بدنية عند اللاعبين. يمكن اخطأ نقول المدربين ببعض نقول احنا التكتيك والتحركات في بعض ظروف المباراة، لكن يبقى اعتقد النتيجة 1-0 تدل على انها مباراة كبيرة ذو قيمة كبيرة بين الفريقين. ونذهب ايضا الى النجم اذا محمد شلهوب الذي سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة واهدى 3 نقاط ثمينة اذا مع زميلنا وفاء صقار. محمد شلهوب لاعب الهلال صاحب الهدف الوحيد، مبارك يعني وجه السعد بندر. الحمد لله الله يبارك فيك، والله جدا صراحة سعيد ومبسوط بقدوم بندر وفوز في المباراة الأولى في دوري المجموعات أمام فريق كبير أمام فريق العين، وأول مرة في تاريخنا في أرض العين نفوز، الحمد لله والشكر لله. ألف مبروك للجميع وهارد لك لأشقائنا وإخواننا في نادي العين. في هذه المجموعة أي نقطة مهمة خارج أرضك على أرضك؟ مجموعة قوية. بالنسبة لنا نحاول نأدي كل مباراة اليوم 3 نقاط جدا مهمة وأمام فريق كبير، يعني ما كانت سهلة. الحمد لله ربي وفقنا ونبدأ خطوة بخطوة إن شاء الله. شكرا الله يوفقك. شكرا الله يعافيك. وروح رياضية عالية إذن من محمد شلهوب. ونعود مرة إن شاء الله. إذن كابتن، هل الهلال هو الذي كان أقوى أم العين؟ وماميتش أيضا أثر لأنه يعرف جيدا هذا الفريق. لماذا فاز الهلال اليوم؟ هي القراءة قبل المباراة تقول الهلال هو الأقرب إلى الفوز. هذا ما رشحته أنت؟ نعم واضح. الهلال يمر بفترة فيها استقرار، فيها ثبات في المستوى، الإمكانيات واللاعبين إذا كان في الدوري والبطولة العربية أيضا، وفي مقابل العين اللي يمر بفترة صعبة، خسارتين 3 مباريات في الدوري، الفريق افتقد للاعبين مهمين، حتى اللاعبين المحترفين
أنا أعتقد أن لم تكن هنالك لمسة واضحة لهؤلاء اللاعبين. هدف جميل. طبعا هدف رائع جدا للاعب وقدوة في الأخلاق وفي العطاء. لاعب بهذا